السلام عليكم احبائي، نتمنى هذا الفيديو يلقاكم بخير ان شاء الله. اليوم بغيت نشارك معكم واحد تشيز كيك كيجي روعه. بسم الله على بركه الله. نبداو معكم في المقادير اللي غادي نحتاجوا ليها: كميه ديال البسكوي، زلافه مع مرش ديال اللوز مهرمش، فانيا 7 غرام، والزبده مذوبه اللي غادي نجمعوا بها هاد البسكوي. غادي نخلط هاد الزبده مع البسكوي حتى تضرب من لينا مزيان وتجانس. وهنا غادي نضيف زلافه ديال اللوز مع مراش. تقدروا تضيفوا اي مكسرات عندكم او تقدروا تستغنوا عليهم، الكميه كتبقى على حسابكم. هنا غادي نقادها في المول، غنحاول نضغط عليها مزيان باش تشد لينا الفورمه ديال المول. غادي ناخذ شي معلقه وغادي نسوي السطح ديالها باش تجي املس على هذا الشكل، وغادي نحتفظ بها في المجمد حتى نوجد الطبقه الثانيه. هنا في الطبقه الثانيه غادي نحتاج نص اطرو ديال الحليب، كاكاو المر. غادي ناخذ 3 المعالق كبار ديال الكاكاو المر، انا بغيتها تجيني كحله بزاف، مع مرينج. غادي نخلطهم ونضيف ليهم 3 المعالق مع مرينج ممسوحين ديال النشا او المايزينا. غادي نخلط الكل حتى ما يبقاش عندي الحبيبات. غادي نخلطو مزيان، والى ما بان لكم انه بقى فيه الحبيبات تقدروا ديروه في الصفايه، دوزوه في الصفايه عاد ديروه يغلى باش ما يبقاش معكم هذوك الحبيبات ويحرقوا لكم ملي تنكونوا نغليو فيه. بعد ما بدا كيتقال لينا الخليط كيولي على هذا الشكل، ما نغفلوش عليه حتى نحصلوا على القوام اللي بغينا. تنبقى نحرك مزيان وتنشوف القوام. بعد ما اولا لي القوام على هذا الشكل غادي نديرو كطبقه ثانيه فوق من داك البسكوي. هنا كنتاسف انه تمسحات ليا هاد اللقطه ديال الطبقه الثانيه، وهنا غادي ندوز الطبقه الثالثه. هنا انا في الطبقه الثالثه غادي نحتاج 3 الكيسان ديال الحليب مع ساشي ديال الكريم كراميل. هنا ما غاديش ندير السكر لان عندي الساشي ديجا فيها السكر، وغادي نضيف نشا تقريبا 3 المعالق مع مرينج. غادي نحرك مزيان وغادي نحطها فوق النار.
يقعد ونزولو فوق من النار. هنا من بعد ما عقد لي غادي نصبو فوق الطبقه ديال الشوكولا اللي كنا صايبنا قبل من بعد ما بردات. من بعد نحاول انوي تسوى الوجه ديالها وغادي نخليها حتى تبرد وندخلها المجمد. وهنا من بعد ما بردات حيدتها من القالب وغادي نزينها بواحد الساشي ديال الكراميل وغادي ندير على شكل هلال. غادي ندير فوق ديالها اللوز مهرمش. تقدروا تزيين على حسابكم، كل واحد يزين على اللي متوفر عنده في البيت. كتجي على هذا الشكل. هنا غادي نقطع معاكم كيجيو الطبقات ديالها باينين وكتجي زوينه بزاف. نتمنى انكم تجربوها. هنا ما بقى ليا غير نقول لكم بالصحه والراحه. نتمنى الفيديو يعجبكم وبغيت نقول لكم شكرا على الدعم ديالكم، شكرا على التعاليق ديالكم اللي كتخليو ليا، وشكرا على التشجيعات ديالكم.